من تما قداش ما يبقاوش تعلوا رجلكم بلا قضيه. انا نرجع للفيديو السابق اللي ما بغيتوش الكلمه ديال تعليل الرجل، ما بغاها حتى شي واحد، وهذا راه واقع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم جميعا مشاهدينا الكرام. اليوم غنتكلموا على ديك الحضانه ديال طنجه والواقعه اللي وقعت في هذه الحضانه هذه. اذا تذكرتوا كنت درت واحد الفيديو على القضيه ديال الحضانه تقريبا واحد عام ونص او جايا عامين، والفيديو مازال في القناه ديالي. تهضرت على القضيه ديال العنف اللي كتوقع في الحضانات وعلى بزاف د المواضيع اللي كنت طرقت ليها، ونوضوا بزاف ديال الناس هاجموني. كاين اللي قال لك غندعيك، كاين اللي قال لك بزاف ديال الامور، حيت انا وصلت لهم النقطه العظام، فضحت داكشي اللي كيكون في الحضانات. وايضا واحد الكلمه كنت قلتها وقلت اودي راه كتعرفوا يتعلوا رجلكم بهذه العبره. بزاف ديال الناس ما بغاوش، علاش قلت هيدا، وبداو كيسينوا ديك الفيديو وهاجمتو وسبيتو ودرتو كلشي. دابا حنا اليوم في فضيحه اخرى وهي هاد الحضانه طنجه. اذا هنا اش غنقولوا؟ داكشي اللي قلتو انا في الفيديو السابق راه طرقت نفس النقط، طرقت نفس الواقعه اللي كتوقع في الحضانات، وقلت يا ودي انا كنهاجم الحضانات وانا كنسيء وكندير وها الواقعه هي وقعت. اذا غنتكلموا اليوم بالتفصيل على القضيه ديال الحضانه اللي وقع في مدينه طنجه، وغادي نعطوا بزاف ديال التفاصيل وبزاف ديال النقاط حول هذا الموضوع، وغنبينوا بزاف ديال النقاط اللي كتوقع في الحضانات في المدن ديال المغرب كلها. وغادي نحطوا النقاط للحروف، وغير سمحوا لنا راه شويه غنخرجوا على السياق،